ازيكم يا احلى متابعين؟ فيديو تحفة وجميل قوي بقى كده، حاجة يعني ابيتايزر، فاتح شهية كده، حاجة لذيذة، سناكس، رايحة نادي، تفطري الصبح، ولادك مثلا خارجين رايحين المدرسة. حاجة بسيطة وسهلة كده. صوابع السجق بالجلاش اللي ملفوفة في الجلاش، يعني أكلة سهلة. معانا كيلو سجق، فلفل ألوان، بصل ومتقطع شرايح، وطماطم وبقدونس وشبت وتوم وكزبرة، كمون، ملح، فلفل، شطة، زيت للتحمير يعني كده. هنشوف هنعمل ايه. هناخد السجق في طاسة كده على النار سخنة، ونشوحه الاول طبعا علشان يستوي معانا وينزل الدهون بتاعته. هنفضل نشوح فيه كده لحد ما يستوي معانا، وبعدين ننزل بباقي المكونات بتاعتنا اللي احنا محضرينها. بصوا هو كده دلوقتي تقريبا يعني استوى ونزل كل السوائل بتاعته. هنضيف بقى البصل بتاعنا اللي احنا مقطعينه جوليان، والفلفل الالوان المتوفر عندك، وفصين الثوم المهروسين اللي معانا دول، هيدوا طعم حلو قوي وتستي عالي. وبعدين نحط الطماطم وشوية شبت وبقدونس وكزبرة مع بعض كده، ونقلب الخليط والمكون ده لحد ما يستوي. هنتبل طبعا بالملح والفلفل والكمون والكزبرة ودي التوابل بتاعتنا اللي احنا يعني ما نحطش توابل تانية ت... تغير طعم الاكل. وبعدين طبعا نشيل الصوص او الصوص الحار ده بالشطة ومعلقة صلصة، ده اختياري، لو حبيتوا تحطوا الشطة يعني الصوص الحار ده براحتكم، بس هو بيدي طعم لذيذ يعني لغاية ما يستوي. ومعانا بقى لفة جلاش حلوة كده طرية، هنشوف هنستخدمها ازاي ونعمل الرولات ازاي. الخليط اللي احنا هندهن بيه بقى الجلاش بتاعنا، بيضة ولبن ومعانا سمنة وملح وفلفل. دلوقتي انا هاخد ورقة ورقة والفها كده، اطبقها يعني نصين، وبعدين ادهنها، واخد بقى من السجق وهلف واحطه على الحرف، وابدا الف رول كده بيبقى جاهز معايا، واركنه على جنب. في صينيه بقى هدهنها زيت، وابدا ارص الرولات بتاعتي كامله. بوريكم الطريقه تاني سهله جدا. باخد ورقه واحده واطبقها، وبعدين ادهنها واحط السجق. انا عاملاه بالطول مقطعتوش عشان اعرف الفه في الجلاش، واكمل الطريقة بتاعتي كلها سهلة جدا، متاخدش وقت خالص. وهلفها زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة ما فيهاش اي مشكلة خالص. وكان الطعم تحفة يا جماعة، وخفيفة ولذيذة وبدل السندوتشات. بصوا انا خلصت كل الكمية، سهلة جدا. هبدأ ارصها دلوقتي في الصينية بتاعتي اهي، وبعدين هبدأ بقى ادهن الوش بتاعي بالخليط اللي احنا كنا عاملينه في الاول. هدهن الوش كده بالفرشة، ما كترش عشان ما تطراش معايا. وبعدين ادخلها على فرن يعني حرارة 180، ما بتاخدش اكتر من 12 دقيقة بالكتير او 15 دقيقة، وتطلع باللون ده. خلي بالك علشان ما تتحرقش معاكي، لان ده جلاش. سهلة جدا وجميلة جدا وطعمها تحفة وطرية قوي، بتبقى زي الساندوتش كده. تاخديها معاكي في اي مكان، رايحة الشغل، رايحة نادي، ولادك خارجين، يعني سهلة جدا. وبالهنا والشفا، اتمنى انها تعجب.